أبو حنيفة يتهم الإمام الصادق عليه السلام بالشرك. ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال له الإمام: ويلك، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ويقول في موضع آخر: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله، ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. فقال له الإمام عليه السلام: بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك: أم على قلوب أقفالها، وقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فضلا وليس أمرا، إذا أعجبك الموضوع تكرم علينا بالمتابعة والإعجاب والمشاركة.